أهلا بيكم. لو انت متابع معانا الحلقات اللي فاتت فانت دلوقتي بقى عندك أساس قوي: السيطرة على المصاريف وبناء المدخرات والاستثمار الذكي وتوليد دخل إضافي وكمان تخطيط مالي محترف. النهاردة بقى هنتكلم عن خطوة مهمة جدا لأي شخص عايز يضاعف دخله ويزود ثروته. هنتكلم عن الاستثمار في العقارات بطريقة ذكية. الفيديو ده هيكشف لك أسرار اختيار العقار الصح، وإزاي تولد دخل ثابت منه، وإزاي تدير استثماراتك العقارية بدون مشاكل عشان كل جنيه تحطه يشتغل لصالحك ويقربك من هدفك المالي. أول سر معانا هو اختيار العقار المناسب. أول خطوة هتعملها هي اختيار العقار المناسب اللي هيديلك أفضل عائد مقابل استثمارك. هتركز على إيه؟ هتركز على الموقع. كل ما بيكون الموقع مطلوب ومناسب كل ما بتزيد قيمة الإيجار وكل ما بيزيد الطلب عليه كمان. تاني حاجة هتركز على السعر مقابل العائد المتوقع. إزاي؟ هتحسب العائد السنوي المتوقع قبل ما تشتري العقار. تالت حاجة هتركز على حالة العقار نفسه. لو العقار محتاج صيانة كتير فده هيكلفك أكتر من قيمته. السر التاني هو تأجير العقار بعائد مستمر. المفتاح لتحقيق دخل مستمر هو التأجير بشكل صحيح. هتعمل ايه؟ اعمل دراسة للسوق علشان تحدد سعر الإيجار المناسب، وهتحافظ على العقار بحالة ممتازة علشان تجذب مستأجرين ملتزمين. الفكرة هنا ايه؟ انك هتخلي دخلك ثابت ومضمون بدون اي مشاكل. السر الثالث التنويع العقاري. ما تحطش كل فلوسك في عقار واحد. لو قدرت وزع استثماراتك ما بين شقق ومحلات تجارية أو حتى مشاريع تجارية صغيرة. التنويع هنا بيقلل المخاطر وكمان بيزود لك فرص الربح. السر الرابع استراتيجيات نمو رأس المال. يعني ايه؟ مش بس الدخل الإيجاري هو اللي مهم، كمان قيمة العقار نفسه ممكن تزيد مع الوقت. هتعمل ايه؟ هتشتري العقار في مناطق واعدة، مناطق كويسة وليها مستقبل، أو إنك هتستثمر في تحسين العقار نفسه علشان ترفع من قيمته السوقية. المبدأ المهم هنا إن الدخل زائد نمو رأس المال ده بيساوي ثروة مستدامة. السر الخامس هو الإدارة الذكية للعقار. انت لو مش هتدير العقار بنفسك فانت ممكن تستعين بشركة إدارة عقارية. طيب ده بيضمن لك ايه؟ ده بيضمن لك استقرار الدخل وكمان متابعة الصيانة وكمان حل أي مشاكل بسرعة. المبدأ هنا إيه؟ إنك تستثمر بذكاء وما تضيعش وقتك في التفاصيل اليومية. خلاصة الحلقة إنك هتختار العقار الصح وهتأجره بعائد ثابت وهتنوع استثماراتك فيه وتركز على نمو قيمته وتستعين بالإدارة الذكية. الخطوات دي هتخلي استثمارك العقاري مصدر دخل مستمر وكمان هينمي ثروتك ويكبرها على المدى الطويل. في الحلقة الجاية هنتكلم عن استراتيجيات مبتكرة لزيادة الدخل من الأسهم والسندات بطريقة آمنة علشان تزود أرباحك بدون مخاطرة عالية. تابعنا علشان تعرف إزاي تضاعف أموالك وتنميها بذكاء. كان معاكم أحمد مبروك من برنامج فلوسك تحت السيطرة. أشوفكم على خير وإلى اللقاء.